تخيل معايا تصحى غدوة وتلقى تيك توك دار قرار عالمي: إلغاء متابعة المشاهير ما عندهم حتى محتوى. يعني ما كان لا رقص لا تباهي بالدراهم. واش راح يصير؟ هل راح يطيح ناس مؤثرين في دبي ولا قدروا يطبقوا عندنا في الجزائر؟ السلام عليكم خواتي وخياتي، قبل ما نبدو صلوا على حبيب محمد أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس لراك جديد بيوصلك كل جديد. في الفترة الأخيرة كاين حملات كبيرة ضد بعض المؤثرين في دبي. بزاف الناس ولاو يطالبوا تيك توك يحذف حسابات اللي ما يقدموا حتى محتوى هادف، لا تعليم لا فائدة، غير رقص في المظاهر والسيارات. الإعلام الإماراتي بدا يناقش الموضوع، والناس بزاف يقولوا المتابعة راه هي اللي تعطي قوة. لو الناس لغير المتابعة ما يبقاوش عندهم قيمة. والسؤال هو واش لو تيك توك يطبق القرار عندنا في الجزائر؟ عندنا نفس المشكل، المؤثرين ما يقدموا حتى قيمة، غير الفيديوهات التافهة والمقالب الرخيصة أو التباهي بالحوايج اللي عندهم وما تمثلش المجتمع. المجتمع الجزائري أصلا بدا يعبر عن غضبه، بزاف الناس يكتبوا في التعليقات: واش هذا الوقت اللي وصلنا له؟ لو يطبق القرار كيما هذا بزاف الحسابات راح تختفي. والسؤال نطرحه: لماذا الناس يتابعوا التفاهة؟ الجمهور هو اللي يصنع النجم، لو الناس ما تابعش هذا النوع من المحتوى ما يوصلش للترند. الناس مرات يتابعوا من باب الفضول، مرات من باب حاب نضحك وننسى همومي، لكن النتيجة الدعم يروح. واحد دير محتوى تعليم بسيط مثلا، واحد يشرح كيفاش تربح خدمة ولا تطور نفسك، يوصل الحد الأقصى 50,000 مشاهدة. وفي نفس الوقت واحد دار فيديو ترقص يوصل مليون مشاهدة. وهذا الشيء خلينا نفهم أن الخلل مش غير في المؤثرين لكن في العقليات المتابعين. لازم كل واحد يبدأ بنفسه، ما تتابعش الناس اللي عندها قيمة. دعم المحتوى الهادف مثلا علم أو ثقافة أو فكاهة نظيفة. مشاركة فيديوهات اللي عندها معنى مع الأصدقاء. الضغط المجتمعي كيفاش يعني؟ كي يسمع صوت الناس ويقول ما نحبوش هذا النوع من المحتوى، شركات ومنصات التيك توك راح تسمع الرأي تاع المتابعين. ونخليكم سؤال: هل انتم مستعدين تلغوا متابعة المؤثرين لا يضيعوا وقتهم بلا فايدة؟ كتبوا لي رايكم في التعليقات، نحب نعرف واش رايكم، واش يفكر المجتمع الجزائري. ما تنساوش الصلاة على حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وشاركوا في قناة لا راك جديد باش نوصلوا صوتنا ونغيروا الواقع. سلام.